هاوريكم حاجات جبتها من 3 سنين اونلاين وهقول لكم رأيي فيها. فتحت الابليكيشن واخترت 2022 وقلت هطلع كل حاجة واشوفها وصلت لايه دلوقتي. كل حاجة طلبتها اونلاين في السنة دي. الجهاز اللي بيشيل الوبر ده من سوكاني، هو فعلا حلو جدا. ولما جبت واحد تاني لماما كان فيه فيشة، يعني لازم يشتغل بالفيشة، فبصراحة ده احسن انه بيتشحن بعد كده بنستخدمه من بعيد عادي، وتنظيفه سهل جدا وتركيبه اسهل. 12 واحد من الليب لاينر تقريبا من ام ان، ودول بجد من الحاجات اللي انا لسه بستخدمها وبحبهم جدا. وجبت الماوس باد دي برضو للماوس بتاعي، وبصراحة كتر خيرها، يعني هي قشرت كده بس هي بقى لها 3 سنين فتمام، وهي فعلا مريحة. الماوس نفسه بقى كنت طالباه في نفس الاوردر وكان 2B، ودلوقتي حلو جدا وبستخدمه وما حصلش فيه اي مشكله. الترايبود ده بقى طلبته وهو كويس، ما فيهوش مشكله، بس برضو ضعيف، يعني انا اللي دلوقتي ما وصلتش لترايبود كويس ما يتحركش وانا بستخدمه، بس برضو حلو. الصدمات كالعادة، الصدمة الأولى هنا في الليد ده، هو حلو وبيدي إضاءة زي ما كانت في الصورة بس ضعيف ولزقه ضعيف، ولزقته كذا مرة أصلا لحد ما خلاص زهقت ومبقتش بستخدمه. من أكتر الحاجات اللي بستخدمها في أي فيديو فيه فكرة بحتاج فيه إضاءة، الإضاءة اللي بتكون من غير كهرباء ببطارية، ودي كانت أكبر منقذ لفيديوهات كتير. والجوي روم ايربودز دي بصراحة ما استخدمتهاش 3 مرات تقريبا من ساعة ما جبتها، لأن بتوجعلي وداني جدا. البونيه الستان ده من بليس بستخدمه دلوقتي، بس عمري ما نمت بيه لأن الأستك بيضايقني قوي وبيوجع راسي واتقطع، وركبت واحد تاني بستخدمه اكتر حاجة لو حاطة زيت. الايلاينر ده من ميبيلين بعد فترة قصيرة قوي رميته لان الفرشة بتاعته باظت. الترافل كيت دي بتبقى عبارة عن بخاخة وكذا قطعة تانية ممكن نحط فيها غسول او اي سكين كير واحنا مسافرين، وبجد حلوة جدا انا بحبها. وساعات بستخدمها في البيت كمان لو عايزة استخدم كمية صغيرة من حاجة. الهير ماسك ده بقى ما عجبنيش خالص. لو تفتكروا في الفيديو اللي كنت بجرب اعمل فيه ليب جلوس كنت بستخدم كونتينر صغير كده وهو ده، وهم فعلا حلوين جدا وبياخدوا حاجات كتير. ودي تبقى كل حاجة اشتريتها من 3 سنين ورأيي فيها. بصراحة انتوا اللي شجعتوني اعمل تاني فيديو، وبس كده.